حاجة من الحاجات المحزنة في الصين لما تخش لأي شوب أو أي متجر أو أي مصنع ويسألك أنت منين فتقول له أنا مصري، فبيقول لك كلمتين. أول كلمة بيقولها لك أنا التعامل معايا كاش، وتاني كلمة بيروح واخدك كده من دراعك ويوديك للمكان اللي بيبيعوا فيه الحاجات اللو كواليتي أو الحاجات اللي جودتها قليلة. فكنت بتناقش معاهم وأقول لهم ليه؟ يعني أنا مش عايز الحاجة اللي جودتها قليلة، بالرغم يعني من باب العلم بالشيء إنه ممكن الحاجة اللي جودتها عاليه مثلا تبقى بجنيه وبريزه، والحاجه اللي جودتها قليله بجنيه، يعني فرق 10 20%، كلام فاضي احنا ممكن نعديه. فيبتدوا يتكلموا معانا ان المصريين يحبوا دايما الحاجه الرخيصه عشان بيحبوا ايرن مور، يقول لي يعني هم بيتكلموا انجليزي بالعافيه، فيقول لك المصريين بيحبوا يكسبوا كتير، فبياخدوا الحاجه اللي شكلها حلو لكن سعرها قليل، مش مهم ايه الداخل بتاعها. للاسف بحاول اصحح الفكره دي، انه في طبعا تجار كويسين، واكيد في تجار كويسين بيجوا ياخدوا الحاجه كويسه، لكن احنا السمعه بتاعتنا العامه ان احنا نسال على الغالي وعايزين ناخد الغالي بسعر رخيص، فبناخد في الاخر الرخيص. دي سمعتنا للاسف هنا. المشكله الثانيه فكره ان هم التعامل معانا كاش. كاش يعني انت تدفع فلوسك قبل ما تطلع من المصنع، برغم ان الصينيين اصلا مع دول كتير يقول له خد الشغل وما تدفعش فلوسه، حط هامش ربح قليل بيعه في بلدك وارجع خد مني شغل تاني وخلينا نعمل شغل كتير. المصريين هنا لا. طب لما سالت للقصه دي عرفت ان في مصريين كتير كانوا بياخدوا بالطريقه دي ما بيرجعوش الفلوس، ياخدوا مثلا شغل ب 100,000 دولار ب 200,000 دولار يبيعوه يكسبوا فيه ويخلعوا يملصوا. ما هو هنا الموضوع بقيقي، مفيش ورق، بالحب كده. يعني معظمه انا هاخد منك شغل وهبعت لك الفلوس بعد شهر شهرين، وللاسف سمعه سيئه جدا جدا. يعني اول لما بتقال لك انت مصري فخلاص هاخدك في الحتتين دول، انت هتدفع كاش عشان انتوا معظمكم بيضحك علينا، وانت الحاجه الثانيه ان انت هتاخد الحاجه الجوده القليله، مهما قعدت تحرم معايا هتاخد الجوده القليله، انتوا بتحبوا كده. دي حاجه سيئه جدا، وده فعلا نتاج للشغل اللي موجود عندنا في مصر، معظمه سيء جدا. طول ما انت ماشي في مصر تلاقي اي حد بيقول لك يا عم ده منتج صيني تعبان. لا يا حبيبي، الصيني مش تعبان، الصيني ده اعلى منتج في العالم. هنا اي حاجه صيني، الايفون النسخه الصيني انضف بكتير من التليفونات اللي احنا ماسكينها. التليفونات اللي احنا ماسكينها الايفونات بتاعتنا في مصر بامانه اكنك ماسك 3310، الصيني اعلى منه بكتير. لابتوبات الصين انضف. عربيات الصين هنا غير اللي بينزل لنا تماما. البي واي دي والام جي والجيلي، عربيات هنا اكنها زي التسلا، من جوه اوبشنز التسلا، من جوه عفشه التسلا. انا ركبت كل العربيات دي هنا، وركبت البورش وركبت التسلا، ركبت كل حاجه هنا. لا الموضوع مختلف هنا، كل حاجه نظيفه عشان هم شعب بيحب الحاجه الكويسه. احنا شعب بندور على الحاجه الوحشه. هم شعب هنا احنا بنقول عليهم ما يعرفوش ربنا، لكن هم امنا. لما تروح لحد يقول لك دي جوده كويسه دي جوده وحشه، خلاص يبقى دي كويسه ودي وحشه. احنا عندنا يبقى جايب اقل جوده يقول لك يا باشا ده اعلى جوده في الدنيا يا باشا، ويحلف لك 100 يمين يقول لك بما يرضي الله. طب هنا ما يعني مش قادر اقول هنا بيتقوا ربنا، هم معظمهم ما بيؤمنش بربنا، بس عندهم ضمير، عندهم نظام، عندهم عقل، عندهم انسانيه تخليهم يطلعوا منتج كويس. احنا ما عندناش ده كله. يا تجار يا مصريين، يا تجار يا مصريين، عشان خاطر ربنا غيروا الصوره دي. تعالوا جيبوا الشغل النظيف، نزلوا للناس الشغل النظيف، هيبقى ارخص من الشغل الاوروبي، وهتدي الناس حاجه تعيش، وانت هتشتغل وهترزق.